يا صباح الخير عليكي. في مواقف كده بلاحظها في تعامل الناس مع أطفالهم بتبقى غير مفهومة بالنسبة لي. يعني مرة في جنينة شفت طفل كان عمره تقريبا سنة أو أصغر شوية، قاعد على مرجيحة ومامته كانت واقفة بتمرجحه وماسكة في ايديها مصاصة، كل شوية تديهاله. وساعات هو بيبقى قافل بقه ومش عايز، بس هي تقوله يلا يا حبيبي افتح بقك خد المصاصة. ايه ده؟ ليه انا اديله مصاصة؟ يعني لا هو طلبها اكيد ولا حتى يعرفها عشان يشبط فيها، فليه انا بنفسي اللي اجي اجيب البلا واحطه في بق ابني؟ السكر ضرره جسدي، كلنا عارفين المعلومة دي، بس تخيلي ايه كمان موجود ضمن الجسد ده؟ المخ. السكر بيأثر على خلايا المخ، وده طفل لسه بينمو، فبدل ما اساعده ينمو بشكل سليم، لا ده انا ببوظ الدنيا. ويلا بقى خلي دكاترة الاطفال والمخ والاعصاب يسترزقوا. المفروض الاطفال ياكلوا الحاجة بيور كده زي ما ربنا خلقها، وما تقوليش طب هو هيحس بطعمها ازاي؟ لا هي الحاجة ليها طعم على فكرة، بس انت عشان متعودة على السكر فمتخيلة ان الحاجة من غيره هتبقى ملهاش طعم. بس هو ربنا حكيم، خلق لنا الفاكهة بنسبة سكريات مناسبة لجسمنا عشان تلبي احتياجاتنا. ولو المصاصات واللبان مهمين لنمونا كان ربنا خلقهم لنا على الشجر. الفليفر العالية جدا دي اللي موجودة في السناكس بتاعت الشيبسي والشيتوس والشوكولاتة والكلام ده بيدمروا حبيبات التذوق الموجودة على لساننا. فلما يبقى طفل لسه سنة وبيستكشف الدنيا حواليه أنا أمي ادياله أوفر دوس مكسبات طعم، فبقى ده المعدل الطبيعي بتاعه. مش هيستطعم أي أكل بعد كده، لازم الأكل اللي يحبه يكون طعمه قوي جدا، فتلاقيه دايما عايز فرايد تشيكن، بطاطس محمرة، ناجتس، بيتزا بصوصات كتير. إنما رز وبسلة يقولك يع. فبلاش نعرض الأطفال للحاجات دي، مش هتبقي مقصرة على فكرة في حقهم ولا بتحرميهم من نعيم الدنيا. كان اولى بدل المصاصه اديله فاكهه، ايوه هي برضه فيها سكر وهيبقى مبسوط لو انت عايزه تبسطيه بحاجه حلوه. مش عارفه مين اللي حط في وعينا ان الاطفال لازم ياكلوا حاجه حلوه. تقريبا بقاله كان عايز يبيع البضاعه اللي عنده. اللبان والشوكولاته والدوريتوز مش اساسيين لنمو الطفل ولا لسعادته حتى. هو بيتولد ما بيعرفش غير اللي بيتعرض عليه، فاعرضوا عليهم المفيد. الكلام مش جديد، بس بيبقى غريب ان بعد الامراض الجديدة اللي عمالة تظهر وضعف المناعة بتاع الاطفال والمشاكل السلوكية وقلة الانتباه بقى، ولسه في ناس مكملة في الغلط. المفروض بجد ضميرك يوجعك لما تشتري الكلام الفاضي ده وتخلي الطفل يتعرض له، والحاجة طول ما هي قدامه هياخد منها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإنك تيجي متأخر أحسن من إنك مجيش خالص. وأشوفك تاني إذا شاء ربنا. سلام.